السلام عليكم حبايبي. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هندخل بقى على فيديو جميل، مشتريات فيديو انتوا بتحبوه كتير. هنا كنت نزلت منين وجبت حبة حاجات. طبعا جبت فطير مشلتت زي ما انتوا شايفين كده، وجبنا ده عبارة عن لانشون حار، وجبنا بلو بيف، جبنا حبة حاجات كتير كده حلوة. يعني خزين بصراحة، كان خلاص بقى طبعا رمضان والعيد وكده شطبنا. وعدينا على السوبر ماركت برضو اشترينا موز، وكنا جايبين سحلب. طبعا لزوم بقى ايه كده بالليل كده ممكن الواحد يشرب حبة. ومن رمضان بصراحة يعني كنا ايه حبينا يعني تعلقنا بيه شوية، لأن الولاد عندي هنا زي ما انتم عارفين إن في حاجات يعني مش بيعرفوها كتير أو كده. هو السحلب ده من ضمن الحاجات اللي هم يعني أو اكتشفوها متأخر يعني، أو أنا ما كنتش بلاقيها هنا. فكنت لما بجيبها من مصر أو كده في اللي بيحب يدوقها وفي اللي ما بيحبش أو ما جربش يدوقها. فجبنا مع بعض كده طحينة وجبنا شاي ولقينا مانجا. المانجا دي ما كانتش من عند الجزار، دي كانت من السوبر ماركت. وكانت المانجا دي كانت مصري، وكانت ريحتها حلوة أوي 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 بصراحة. بس طبعا يعني هي مش بتبقى أوي زي اللي هي المانجا اللي احنا متعودين عليها، معرفش ليه برضو. يعني هما دول إحنا جبنا 3 مانجات بس حلوين يعني كبار، يعني 3 دول مثلًا أكتر من كيلو حاجة، مش فاكرة كان كام وزنهم بصراحة. هنا طبعًا الفول وده أساسي معانا لمّا بننزل من هنا على طول، لا نجيب كرتونة فول، لا نجيب أكتر عدد ممكن من الفول. جبنا كمان جبنة بيضا، جبت كمان جبنة أحلى من دي بكتير كمان. جبنة كان في علبة كده حديد أو صفيح، يعني ما أعرفش بيقولوا عليها إيه. المهم العلبة دي معدن يعني. طعمها زي الجبنة البراميلي بتاعة مصر كده، فيها المزازة كده والطعم لذيذ أوي. هنا كان في عروض طبعًا، فجِبت العرض كان على منتجات ديّة، فكان جبنا ال3 ب5€ تقريبًا، فجِبت 3. وده كان ليه سميد خِشن، برضه اشتريت منه، بحيث قُلت ممكن يوم نعمل بسبوسة أو هريسة أو أي حاجة يعني. وده هنا العُصبان أو الممبار بيبيعوه بالشكل ده زي ما أنتم شايفينه كده، اللي هو بيبقى عبارة عن آمم يعني مجموعة مربوطة مع بعض، وبتكون محفوظة بالملح الخشن أو بملح، مش عارفة بصراحة بملح إيه. بس أنا باخدها طبعًا أغسله كويس من ناحيتين وأقلبه وكده. وكنت طبعًا لقيت ليمون، اشتريت ليمون واشتريت بقدونس زي ما أنتم شايفين الحاجات، وده كان بقدونس ونعناع. فاشترينا بصراحة كان حلو أوي، شايفين خضاره جميل جدًا. أنا باحب أوي الخضرة لمّا بيكون لونها كده. وبصراحة هنا في إيطاليا الخضرة أكترها أو في أغلب الأوقات بتبقى كده. في وقت طبعًا من السنة بيكون ما فيش وبتكون يعني صعب إن أنتِ تلاقيها. وده كان سفندي. هو الفيديو ده كان المفروض ينزل لكم من بدري عن كده، بس أنا بصراحة ما ملكتش إني أمنتجه. كان نفسي أمنتجه ونتفرج مع بعض عليه، أو يعني نبقوا مع بعض كده ومتابعين كل حاجة أول بأول. بس مش بيكون بصراحة بإيدي بصراحة. نفسي أبقى معاكم كل يوم، يعني مش يبقى نفسي أعمل لكم فيديوهات يومية وأنزّلها وكده. بس على طول حظي وِحِش. على طول مش عارفة أمنتج، لا يكون عندي حاجة معيّنة مانعاني إني أصوّر من الأساس. وطبعًا عشان تصوّري وكده يعني محتاجة مجهود قبل وبعد وأثناء التصوير وكده، وضبط كاميرا وأسكّتهم كلّهم، أو إني أحاول إني أنا أكون باعمل الحاجة يكون ما فيش حد أو كده. فطبعًا ده مش متوفّر يعني. ده كان باقي الخضرة، وكنا جايبين عنب أحمر بس جميل أوي، أوي. العنب الأحمر ده كان بناتي كمان، كان بناتي كده ولذيذ بصراحة. آآ كل سنة وأنتم طيبين. طبعًا الأيام اللي فاتت كلّها بقى رمضان والعيد والحاجات الحلوة دي كلّها والأيام الجميلة دي، أيام يعني بتبقى كلّها خير وبركة. مين بقى زي كده طالع من رمضان ومن العيد خلاص يعني مش قادر يعمل أي حاجة في حياته. طبعًا هي كانت أيام جميلة أوي، وبس كان برضه مجهود كبير يعني بصراحة.
الحمد لله ربنا قدّرنا، وده طبعًا كنا جِبنا بقى هنا كمان ليمون. أنا باوريكم المشتريات بتاعتي اللي باجيبها، وطبعًا بنخزّنها، يعني في حاجات طبعًا بتقعد عندي كتير، يعني مثلًا 3 أو 4 علب الطحينة دول مش بيخلصوا في شهر، بيقعد عندي، بس أنا عشان مش بانزل ميلانو كل يوم، وما عنديش فرصة إني أروح طبعًا كل يوم، لإن ميلانو على بُعد من عندي حوالي 30 كيلو، يعني أنا مش في وسط ميلانو، يعني بيبقى صعب عقبال ما أروح أو كده، فباحاول إن أنا لمّا أنزل أجيب أكتر الحاجات اللي أنا باحتاجها أو باستهلكها. ليه جِبت باكو شاي واحد، جِبت باكو شاي واحد عشان كان عندي في البيت واحد، وكان عندي العلبة بتاعتي تقريبًا مليانة، فباجيب إن هو يفضل موجود عندي. وطبعًا هنا كنت باحاول أفضّي الفاكهة في أطباق، لسه طبعًا العنب ده هيتغسل، الموز ده هيتحط زي ما هو طبعًا في طبق الفاكهة الكبير، وهكذا. أنا باحاول أرص لكم الحاجات عشان أفرّجكم عليها. وإحنا في ميلانو كان في طبعًا واحد قُلت لكم عليه قبل كده بيبيع حاجات منتجات بتاعة سوبر ماركت بيبيعها بأسعار أقل، دي كانت حاجات للباربيكيو بصراحة عجبتني وعجبني طولها والmaterial بتاعها أو الخامات بتاعتها، وكمان عِدّة جوزي طبعًا بيحب أوي العِدّة يعني جدًا، فبصراحة بتنفعنا يعني بالذات هنا في الغُربة بتنفعنا. دي كانت اسمها إيه؟ بونتات؟ لأ، اسمها إيه؟ اللي فاكر يقول لي، مش فاكرة اسمها بونتات والّا اسمها إيه. آآ دي كوبايات كده أو مجّات، المجّات دي طبعًا جميلة أوي، أوي، يعني الولاد بيحبوا أوي يعملوا فيها ال آمم المشروبات الساقعة بتاعتهم دي اللي طالعين فيها كلّهم، الice tea ومش عارفة إيه والحاجات دي كلّها، ف حلوة جدًا لإنّها بتبقى محكومة وفي نفس الوقت ليها الشاليمو بتاعها بيقدروا يستخدموه وبيبقى لذيذ يعني، وتقدري طبعًا تحفظيه برضه في التلاجة أو كده، ده إزاز والغطا بتاعه بيبقى معدن، والشاليمو بتاعه هو بلاستيك بيبقى فيه مجموعة كده وبتقدري إن أنتِ إيه، تستخدميه في كذا حاجة يعني. هو أنا كنت جايبة منّه قبل كده ورجعت جِبت منّه تاني. آآ دي كانت بوشات كده علشان المكياج، قُلت أجيبها لبنتي وده فحم طبعًا بخور وكده. آآ طبعًا الحاجات دي ده طبعًا ما استغناش عنّه أبدًا، أبدًا، مش المنتج يعني بالضبط، يعني مش الاسم بتاع الشركة بالضبط، بس للغسيل الأسود، لأن لمّا بتغسلي الغسيل ودي نصيحة يعني بصراحة لازم كلنا نعملها، لمّا تغسلي الغسيل الأسود بالزيت بالمنظف أو بالمسحوق بتاع الغسيل الأسود بيحافظ على الدرجة واللون بتاعه ما بيبهتش. لمّا بتعمليه بالغسيل بالمسحوق الغسيل العادي شوية اللون بعد فترة بيغيّر. طبعًا أول مرّة تغسليه حاولي تغسليه طبعًا تحطّي خَل وكده. هنا بقى كان عندي زبادي، جِبت زبادي، جِبت دي بهارات بطاطس ورُمّان، طبعًا كل الحاجات اللي هي موجودة وحبّيت إنّي أعمل حبّة خزين كده طبعًا والخضرة والحاجات دي كلّها، دي بهارات لحمة. أنا باحب أوي نوعية البهارات اللي هي فيها أعشاب وكده، فالبهارات دي فيها أعشاب بصراحة بتغنينا عن كل حاجة. ده يمكن وريته لكم قبل كده مش عارفة والّا لأ بصراحة، وأنا قُلت أفكّركم بيه. بتقدري تحطّي فيه العصير أو كده، وعن طريق الصنبور بتاعه أو الحنفية يعني أو الحاجة اللي زي الحنفية دي بتاعته، بتنزّلي منّه العصير أو بتاخدي منّه العصير. ده بيبقى حلو أوي بقى في المناسبات وكده، أو لمّا تكوني متجمّعة يعني عدد كبير أو كده، بتعملي عصير بكمية كبيرة أو أي مشروبات بقى زي مثلًا كركديه، حاجات كده. وتقدري تحطّي فيه. طبعًا ريانّا إيه مش بتسكت، أنا أعمل الفيديو، ريانّا هي عايزة تعمل الفيديو بس. باحاول على قد ما أقدر أعمل لكم يوميات أو حاجات متنوعة، بحيث إن برضه ما تزهقوش من القناة. وبصراحة يعني الفترة اللي فاتت عارفة مقصّرة معاكم، بس باحاول يعني إني أبقى منتظمة. عارفة كل ما أقول لكم كده ما بانتظمش. ده إشارب عجبني أوي، أوي، يعني يعتبر زي إشارب أو تقدري تستخدميه إشارب أو شيل. بصراحة حلوة أوي ومدفية، أنا وقعت طبعًا البهارات وأنا مش واخدة بالي، لأ خدتها شُفتوا؟ المهم هابدأ بقى أفضّي السفنج بتاعي، أنا جِبت نوعين، فهابدأ أفضّيهم مع بعض كده في أي حاجة كبيرة. طبعًا كان في عِدّة هنا طبعًا لازم جبنات،
الحاجات اللي أنتِ يعني عارفة ما تستغنيش عنها في البيت، الحاجات الأساسية. طبعًا ده لبن المحفوظ ده لازم أجيب منه. قولوا لي ليه بقى، لأن أنتِ طول ما أنتِ عندِك لبن محفوظ تقدري تطلّعي مثلًا ممكن عندِك حتّة لحمة مفرومة، هتقدري تطلّعي مثلًا تعملي مكرونة بشاميل، تقدري تعملي حبّة رز بلبن. يعني كل ما تكوني نازلة تقدري إن أنتِ تدبّري أو توفّري مثلًا أي حاجة كده. اشتري نُص كيلو عدس، اشتري نُص كيلو فول أو ربع كيلو فول مدشوش. يعني حاولي تعملي حاجات زي كده، الحاجات دي هتفرق معاكِ كتير أوي في الشهر بتاعِك، بحيث إن أنتِ هتقدري إن أنتِ يوم تعملي سمك، يوم تعملي عدس، يوم تعملي كشري. يعني كل ما تكوني نازلة كده تسوّقي، حاولي تخلّي حاجة من البقوليات أو أي حاجة تقدري تشتريها ببواقي المصروف بتاعِك. اشتري أي حاجة من البقوليات أو كده واركنيها وهتستخدميها طبعًا. دي كانت شمسية جبناها لأن أكتر الشمسيات عندنا حجمها كبير، فالولاد ما بيقدروش ياخدوهم معاهم المدرسة. دي بتقدر تاخدها بقى في شنطة إيديها، في شنطة المدرسة، بتبقى سهلة معاها، وحجمها صغير ما بياخدش لا وزن ولا طبعًا حجم أو شيلة أو كده، ما بتبقاش ملخومة. أمّا بقى أكلمكم عن الجردل الجميل ده، جردل لذيذ أوي، مريح على فكرة. جبت القطعة ديّة كمان، القطعة دي بتشيل سكاكين. بصراحة في الدرج بتاع المطبخ لقيت السكاكين الكبيرة بالذات يعني داخلة على بعضها، وساعات لمّا باجي آخُدهم بابقى خايفة إن حد يتعوّر أو كده. لقيت المنظم بتاع السكاكين ده، كنت جايبة زيه ممثل المعالق ولقيته للسكاكين بقى، فعجبني أوي. جِبته كمان. ودي طبعًا ماركة فيلي دي ماركة جميلة جدًا بصراحة. البلاستيك بتاعها والحاجات اللي هي بتاعة المنظفات بتاعتها، يعني زي ما أنتم شايفين كدهوّة، الشرشوبة أو المساحة دي أو كده. بصراحة من الحاجات والخامات الممتازة اللي بتقعد بجد. يعني أنا جِبت كتير جريل تسييق أنواع مختلفة ما بتقعدش ولا تعيش زي ديّة. دي كانت فرشة كده لقيتها جميلة أوي، لونها عجبني وفكرة الإيد خشب عجبتني أوي. دي كنت باوريكم إن هي ليها 2 يعني غيار، بصراحة عملية جدًا ومريحة في استخدامها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، عايزاكِ أو إيه الفكرة من الفيديو؟ الفكرة إن أنتِ تحاولي تشوفي إيه الحاجات اللي أنتِ بتحتاجيها، وتحاولي تنوّعي في المشتريات بتاعتِك، بحيث إن أنتِ يبقى عندِك حاجات للفطار أو العشا، وعندِك برضه حاجات تقدري تطلّعي منها أكلات مختلفة. تقدري تفكّري أكتر من فكرة وتعملي أكتر من أكلة بحاجات بسيطة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسيش تشوفينا بلايك وشير، إن شاء الله في فيديو جديد مع بعض.